قول لجماعتنا لما بيسمعوا صوت رصاصة يخلصوا على الكل. قلت لهم شاكر. برافو، أنا بحب الرجال الذكي. لو مو حاطين حدا يستقبلني كنت دخلت بالقوة. هلأ بدي منك شغلتين. أول وحدة بدك تطلع من شغل المخدرات. الثانية ما بقى تجيب سيرة جدي على لسانك. اختار لحالك غير اسم، بس حاول تختار إلك اسم غريب حتى ما حدا يتأذى من وراك. أنا قلت لكم بس ما صدقتوا. شاب طايش وجاهل وعديم الاحترام. رغم هيك كرمال اسم جده ببوس ايدي بسامحه. نزل سلاحك قبل ما أوس براسك. هاشم، خلي أمه تشوفه وهو عم يبوس ايدي. لك انت شو عم بتقول؟ بالنسبة إلنا الأم مقدسة. نحن ما منبوس بس إيد أمنا، منبوس رجلها كمان. إذا أنت ما بتحترم أمك ما بتركك تعيش بأي شكل. خلي الوسط كله يشوف إذا أنت عن جد بتحترم أمك ولا ما بتحترمها. انتو ما عندكن لا شرف ولا أخلاق، بتمد إيدك على النسوان؟ حضرتك بدك تقول في شي ما بتعرفوه. أنا أمي مثل أم نجم المنشار، بس ماني من اللي بيقطعوا أمهاتهم مثل نجم المنشار. وهي كمان بتحترمها، بتبوس إيدي وبتطلع وبتروح. وقف. قل لهم يتركوا أمي. برافو. نهاد شاكر ابن مخلص. لما بيوصل على مكاني ما تنطروه، خلي أمه تشوف بنتها. ليش عم تبكي؟ شو ما فرحتي سلوى لأني نفدت؟ عم ببكي من الفرح. لا لأنك فكرتيني رح موت. ايه طبعا فكرت. قلت رح يتركني ويروح، معناتها ما بيحبني. يا بنت، صرنا عاطينك وعد. لو مو واعدينك منروح.
قلت لك بدنا نعمل عرس. انت طيب وما بدي لا عرس ولا شي. هلا أنا بدي عرس. دايما أنا بالثوب الأبيض كل شهرين بالمشافي. شلون ما كان الكفن أبيض، وأكيد رح ألبسه. شي مرة بدي شوف المرأة يلي بحبها لابسة فستانها الأبيض. عاطينك مخدر كتير منيح لناخد منه على البيت. ليكي لا تخليني اندم. لا ما رح تندم. يلا قوميني. بس لازم تنام. لما بموت بنام. قوميني. رح يفكوا القطب. ما بيفكوه. خياطة المعلم ما ممكن تنفك. امسكي فيني. مشان ما تقولي ما مشينا ماسكين ببعض. شايفه المخدر فادك؟ أنا ما بحب أعيش غير على طريقتي. استمتعي بالحياة. اليوم في بكرة ما في. أهلا وسهلا، شرفتنا مراد على مدار. لو عرفت أنك جاي كنت استقبلتك تحت. تفضل. يا شعراغا، لما مات عزت ترك لك المكر لإلك؟ تجارة بدون مكر ما بتصير. بعدين مو أنت قلت لي تريك شغلة البودرة ولا بقى تشتغلها؟ وهي أنا سمعت الكلمة. بما أنك بتسمع كلمتي، ليش ما أخذت موافاتي قبل ما تشتري الجريدة؟ أنت ما كنت هون، وإلا أنا بحب أخذ رأيك. وبما أنك ما أخذت رأيي مين أخذت؟ حتى الولد يلي بالطريق أنا باخذ رأيه، وعندي أصدقاء كتير وأنا باخذ رأيهم كلياتهم. متى هو اللي قال لك إنه كارا قتل شهميران؟ لمعلومك، أول قواعد الصحافة الحرة إنه ما نفضح مصدر الخبر. وطبعا إذا بتقلي ما قتله وأنت اللي قتلته، على راسي وبعمل لك لقاء مهم. أنت بعت لي معلم الجريدة الحقيقي وأنا بعمل اللقاء معه، وأنت إذا بدك فيك تاخذ لنا صور. إنجي وينها؟ كلامك على الراس. نحن شراكة لحتى تفرغ المدام إنجي أسهمها، وشو ما حبيت تقول رح أتحملك. لساتنا شراكة. بنتي، قولي للمدام إنه جوزها إجا. قال ميماتي وسلوى تجوزوا. انتو ما اجيتوا اخذتوا مني اذن، وبعد هالشي جاي تحاسبني مشان الجريدة؟ لعلمك ابني لهلأ ما مبين، والبنت بمقام كنتي. عم تحكي مزبوط. رح خلي ميمات يجي لعندك منشان ياخد الإذن منك. هلأ ولا بعدين إلا ما يظهر كنان، ميت أو عايش. وإذا بدك وقتها بنحكي أنا وأنت وميماتي. أنا قتلت لك ابنك، شو بدك تحكي؟ أنت فقدت ابنك، ورح سامحك على الحكي وما رح رد. فقده مخبيه عني. بين الرجال ومرته في أسرار. عن إذنكن. إذا هلأ بترجع لي ابني رح أنسى يا مراد إنك قتلت أبي. اتفقنا.
رح أعطيكي ابننا. يلا خلينا نروح. كنت بعرف إنه ابني عندك. ولك شاكر قوصني إلي بالأول واعمل شو ما بدك، أنا ما عاد أتحمل. انت استحقيت هي 1000 مرة. نهاد، لحظة حبيبي، اصحك، بترجاك لا تعملها. ليش ما متي أمي؟ ليش ما متي بدل ما تعيشيني هي الحالة؟ أوس، خليني موت. أمي ما بقى بتركعي حتى قدامي. ما بقى اسمح بهالشي أبدا. ما رح اسمح لمخلوق انه يلمسك. شو قلنا شغل بالمقبرة؟ بدك تقتلني كمان؟ انجي بترجاكي، أنا ما ممكن أذي شعرة منك. وقت اللي كنت صغير خطفوني، حرموني من أمي وأبي. طول عمري بشوف نفس الحلم، اللحظة يلي خطفوني فيها. معقول يعيش ابني هذا الوجع؟ وين ابني؟ ابننا نايم هون، بس للأسف ما له اسم. وأنا مستعد موت من شانه 1000 مرة، وقبلان بهالشي. نحن خسرنا ابننا. بعرف قديش هذا صعب عليكي، بس يا انجي هي الحقيقة. وانتي هذا سبب مرضك. حكيت مع الدكاترة وقالوا لي العلاج ممكن. بترجاكي اسمحي لي ساعدك لتصحي. أنا بكل لحظة بشوفك هيك بكون عم موت مع ابننا. مراد، ابني وأبي سوا، ما عم بتحمل. بعرف هالشي، وأنا ما رح أتركك لوحدك. رح نتجاوز هي المشكلة سوا. بترجاك لا تتركني، أنا مالي حدا. شو ما بدك بعمل، بس اوعك تتركني لوحدي. ما رح أتركك.
رح يقولوا عني مجنون. ما رح يقولوا، وما حدا رح يقول، أساسا ما رح يعرفوا. بدي ابني انت متأكد انه هون؟ ايه متأكد، عم بسمع صوت تليفونه جواه. معناها ليش ما عم يفتح؟ معلم اصلا الباب رخو، اذا بدك بكسره. يلا كسروا لشوف. تفضل معلم. لك وين كنت؟ كنت نايم بابا. بصير تنام هيك مثل الأموات؟ ولك بركي مو نحن جايين لهون؟ ابني كسرنا الباب وكنت رح قوس رصاصتين. بابا كرمال الله مين بده يجي غيركم؟ شوف، لك الكل ممكن يجوا، واللي بيجي ما بيجي مثلنا. ابني كم مرة بدي اقول لك وكم مرة بدي اشرح لك. بعد بابا وقف الله يخليك. بابا شو عم تعمل بابا؟ البيس هاد وبعدين الحقني لبرا. خده معك. أنا أجيت وجبت لك هي إلك يا روحي. شكرا يا قلبي، عذبتي حالك. ما زعلت مني ما هيك؟ زودت كتير بس شو بدي أعمل؟ كلهم أحلى من بعضهم ما هيك؟ أصلا بزعل منك إذا ما لبستي شي حلو. لما بتكوني معي بدي إياكي أنيقة ودائما معتنية بجمالك. بدوخ من الحكي الحلو يا روحي. وإذا بتشوفي عاداتي التانية بتدوخي. سيدي اجت الست نسرين. أيوة، خليها تدخل فورا. ليش وقت بجي أنا بستنى برا؟ شو خصوصية الست نسرين؟ أهلا وسهلا ست نسرين. أهلين فيك. بعرفك على الست بوكيت. تشرفنا. في موضوع لازم أحكيه مع السيد متى، ما تواخذيني. تفضلي. حبيبي لازم نطلع بعد نص ساعة، عنا موعد على الغدا لا تنسى. ايه مو مشكلة. متى نهاد رح يعمل شي جنان، امنعه. رجال قبضاي طبعا رح يعمل شي جنان ونحن موجودين. هاي المرة غير شكل، صارت معه شغلة بشعة كتير بسببي أنا. شو صار؟ هذا السافل يلي اسمه ضيا خطفني مشان يهينه لنهاد. ووينه نهاد هلأ؟ ما بعرف. عزيز طوفان، لاقوا لي محل هذا السافل ضيا. تأمر سيدي. أنت بتأمر سيدي. أبي وأمي حابين إنه يجوا ويزوروكي. طيب مثل ما بدك. دورنا نهتم بضيفتنا يا سيد مراد. ماشي إنجي، إذا صار شي بتتصلي فيني وبكرة برجع بجي لعندك. ممكن اتصل تليفون وقت ما بدي؟ طبعا لكن انتي خبريني وانا بأمن لك اتصال فيه.
معلم لوين رايحين؟ لعند الأخ ميماتي ولا عند بابا عمر؟ بنشوف ميماتي بالأول. معلم المحروسة رهف صرعتني وهي عم تقول بدها بابا. بنشوف ميماتي وبعدين بنروح وبنشوفها. ميماتي منيح؟ منيح معلم، حتى انه قام ومشي. بس دقيقة، زوجي بيعرف الشغلات اللي بتحسس منها، بتصل بسأله بالأول. ايه طبعا. بما اني رح حكي رح اسأله كم شغلة، ممكن تسمحي لي؟ خدي راحتك. طرول، مراد دخلني المشفى على أساس مجنونة. تعال بسرعة وخدني من هون. صمم لك. بسرعة على الغرفة رقم 605. يا الله وينهم؟ حدا منكم يرد على التليفون؟ هلا وقت تليفوناتك مدام. سيد حسني شو صاير؟ صاير معه اختلاج ست سلوى. قبل دقيقتين كان منيح. حضرة الممرضة، لازم تعطيه انتبيوتيك وخافض للحرارة. حاضر. يمكن جسمه عامل ردة فعل يا ستنا. هلا بعمل له اللازم، انت لا تشغلي بالك ابدا. أهلا وسهلا فيك يا ابني. أهلا وسهلا يا أمي. أهلا وسهلا. فاقت الصبح بكير كتير لأنك رح تجي. لما شافتك تأخرت نامت. ابني شفتها لإنجي؟ ايه شفتها. وضعها كتير سيء. حطيتها بالمستشفى يلي بتشتغل فيه صديقة ليلى. شو عم يقولوا الدكاترة يا ابني؟ في أمل تشفى المسكينة؟ إن شاء الله يا أمي. صباح الخير بابا. يا حبيبتي يا رهف. شو بابا امتى اجيت؟ يا ستي اجيت قبل شوي. انت اكيد جوعان. انا تعلمت اعمل عجة، بتحب اعملها؟ الله يخليك يا ابني، الا لا لقوم يصير لها شي لهالبنت. بنعملها سوا، شو رأيك؟ يلا. حلوة؟
طلع كتير طيبة. طيبة كتير إن كتير. شاء الله صحة وهنا بابا. أنا بنتي شاطرة. معلم اتصل حسني. عود كل شغل بنتي. تفضل جيب لك صحن. معلم الوضع خطير. دخلوا المعلم ميماتي على العناية المشددة وقال وضعه مانو منيح. برجع حبيبتي. كفي أكلك. ماشي. عفوا يا أستاذ إذا بريد بدنا نسأل الست إنجي سؤال. حابين ناخذ لقطة بس يا أستاذ. إذا بريد بدنا نعمل ما بصير تحبسوا الست انجي هون. في ورقة موقعة رسميا من الست انجي وبحضور محاميها. المدام اتصلت فيني وقالت لي انها محبوسة بالقوة. انا بدي اشوفها فورا. اتصل بزوجها بالاول. لو بدها تتصل بزوجها كانت اتصلت من زمان. ممكن تنزل كاميرات عنكم؟ لا سمحتوا إذا بتريدوا هون رجاء. طرول طالعني من هون. مراد حبسني هون بالقوة. رايحين ست انجي. بس ما بصير تاخذوا الست انجي هيك. ست انجي رجاء. شو هالقلة الاحترام؟ شلون بتسمح لهم يجوا يصوروا؟ شلون كنا حنقدر نطالعك بغير طريقة؟ لا تنسي انه زوجك مراد على مدار. ممكن نعرف شو صار معكم؟ إذا بريد يا ممكن ناخذ جاوبي على سؤال يا ستي. بس كلمة مدام انجي. سؤال واحد بس. شكرا يا شباب. من هلا ورايح رح نخوض كفاحنا عن طريق القضاء. يا لطيف هربوا بسرعة جوا. لكن جوا بسرعة. يا رب دخيلك ما يصير شيء. يا رب دخيلك. شو صار معه؟ ارتفعت حرارته كتير وتدخلوا مشان يخفضوا له اياها. هي المرة نزل نبضه وعم يقولوا وضعه مو منيح. شو بدنا نخسر ميماتي بسبب الحرارة؟ أخي الله يخليك قلهم يساووا شيء. ما راح يصير له شيء يا بنتي. لا تنهاري هيك. هلا أنت مرته لميماتي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة حضري الجهاز. رجع. الحمد لله يا ربي. ضيق.
مع الأسف ما لحقنا. كان ميت وقت وصل. ماشي خدوه. بس ليش صار هيك؟ لأنه زوجك روح قلبه المزح التقيل، بفكر حاله عم بخوفك. لما بيصحى رح أقول له إذا بتعملها مرة تانية رح أقتل حالي، وقتها خليه يلقى. لك شو قصتكم؟ ما بدكم تصيروا عشاق عاديين؟ ليش العشاق بيصيروا عاديين؟ ايه من هالناحية معك حق، بس مع هيك جربوا تكونوا طبيعيين. شوية وقت وبيرجع لنا. أنا لازم روح هلا وخلي هو يرتاح شوي. ميماتي بأمانتك ها؟ شكرا على كل شيء. الله معك. والدي صمم لك. بتقيسوا ضغط انجي كل ساعة. أمرك دكتور. شلون وضع طورول حضرة الدكتور؟ مع الأسف يا مدام ما قدرنا ننقذ السيد طرول. بسلامة عمرك. مراد عم يقتل كل اللي حواليه. عليك العافية. دكتور ممكن تسمح لنا ناخذ إفادة الست إنجي؟ وضع المدام إنجي ما بسمح لها تعطي إفادة. ماشي. دكتور خليني أعطي إفادتي بأسرع وقت. لازم بسرعة، يمكن يصير علي أي شيء. مدام إنجي في حدا بتشكي فيه؟ أكيد. المهم إنكم ما تطولوا كثير. امشي بنتي. مراد أمر بقتلي، وهو اللي قتل أبي وأخذ لي ابني كمان. أنا من الأول اشتكيت عليه وقلت لكم إنه حياتي بخطر، بس ما نعمل شيء. مدام إنجي، حسب إفادة الشهود وطريقة تنفيذ العملية بتتطابق تماما مع عمليات المنظمة. ظاهر أنتم كمان خايفين من زوجي مراد؟ مدام إنجي، أنا حققت بوفاة والدك. تقارير التشريح موجودة. والدك توفى بأزمة قلبية نتيجة ظروف طبيعية. حضرة المحقق، أنتوا جايين تاخذوا إفادتي ولا جايين تدافعوا لي عن مراد بيك؟ نحن عم نقوم بواجبنا. معناتها بتعملوا واجبكم، بتكتبوا اللي عم قوله لوقع عليه. أنا عم ادعي على زوجي مراد، هو يلي أمر بقتلي. أنا حياتي بخطر هون. عملنا كل الإجراءات لتكوني بأمان، لا تشغلي بالك. زملائنا رح يكونوا معك 24 ساعة. نعم. أستاذ، عندي مدير الأخبار، قال في تطورات مهمة. خليه يفوت. فوت ابني. شو في؟ سيدي، عندي خبر مو منيح. فقدنا السيد طورول. شلون فقدناه؟ راح السيد طورول يطالع المدام إنجي، وبالطريق أطلقوا عليهم النار من الجهتين، والمدام إنجي هلا بالمشفى. طيب مين عمله؟ قدرتوا تعملوا شيء؟ سيدي، مديرية الأمن قالت المنظمة عملتها، بس بإفادة المدام إنجي اتهمت مراد على مدار. هذا الخبر بتنشروه حسب إفادة المدام إنجي. بس سيدي، في شكوك جدية حول الوضع النفسي تبع الست إنجي. ابني هلا أنت صحفي هون ولا دكتور؟ تكتب مثل ما بقول لك وبس. حاضر سيدي.
الشباب. معلم ضياء، ليش ما عزمته لنهاد؟ كنا طلبنا له كازوز. أنا كنت بطلب له حليب لأنه لساته على حليب أمه. لساته صغير على هيك سهرات، لهيك عطيته درسه وراح. صحتكن. يسلم لي هالصوت ما أحلاه يا أميرة. شاكر، دبرنا قرصون من جوا وهو راح يدخلنا من الباب. دي إلي، ما حدا منكم بيقوصوا. اطلعوا اطلع. لا 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 لا. ريس، الظاهر هذا السافل عامل سهرة وعم يحتفل لأنه خطف أمي بوسني إيده، ما هيك؟ رح أعملكن سهرة أحلى منها. افتحوا أذنيكن منيح. هذا الواطي رح يغني لكم أكثر غنية حزينة سمعتوها بحياتكم. نهاد، أنا عرفتك غلط معلم، ببوس رجلك تسامحني. بس عيب قدام الشباب. ليه؟ عم يستنوا على نار ليسمعوا الغنية. انت اعفي عني وبعمل اللي بدك اياه. اذا بدك بترك اسطنبول وبروح وما بقى حدا بيشوف وشي ابدا. اصلا ما عاد حدا رح يشوف وشك، بس رح يسمعوا صوتك لاخر مرة. اشهدوا اللي بيتطاول بإيده علي وعلى عيلتي وعلى رجالي بإيدي بقطع له إياها، واللي بيوقف قدامي بقطع له راسه. اللي هلا شفي غليلك؟ أنا عندي عادي وسخة، غليلي ما بيشفى أبدا، وكمان الأخوة ما بنساها أبدا. برافو يا نمر. خدوا شاكر على البيت ونظفوا لي المحل هون. شو رح نعمل بهدول؟ هدول ممكن نشوف وساختهم بكل محل. هدول بلشوا يعرفوك من جديد، بس طبعا بيعرفوني كتير منيح، وبيعرفوا اني بقوص بتم اللي بيحكي، ما هيك؟ نعم سيدي. يلا روح روح قبل ما تجي الشرطة، بلا ما تروح مؤبد من شان واحد سافل.
هون ما صار شيء ابدا. ضيا كان عازمكم، اجيتوا وانبسطتوا ورحتوا، وبعدين ما بتعرفوا شو يلي صار. حاضر سيدي. يلا انصرفوا. طوفان، خذ تسجيل الكاميرات. أمرك سيدي. عزيز، خذوا الجثة واخفوها. حاضر سيدي. وبتحرقوا لي المحل.